يلا بقى نرسم. اول حاجة نرسم كرة، وانا برسم محدش يسبقني، اعمل خط تعمل خط زي. تمام. اول حاجة نرسم كرة عرضها بعرض الوش وارتفاعها من نهاية الجمجمة من فوق لنهاية الدقن او دوران الدقن. يلا يا صرصور، انا رسمت دايرة. تمام. اول حاجة تتأكدوا منها عرض الدايرة وارتفاعها. سهلة دي، سهلة وبسيطة اهي. يعني انت هترسم دايرة وتتأكد عرضها ما ظبطتش، انت تمسك القلم كده وتحرك ايدك في الهواء واحدة واحدة لحد ما تظبط معاك. تفضل تتحرك في الهواء، تفضل تتحرك في الهواء. لو انا جيت مثلا ابص للوش كده، ابص للوش كده، هلاقي ان الوش مستقيم مستقيم. تمام. يبقى من الوش مستقيم او مايل شوية ناحية الشمال، يعني خط السنتر هيبقى مايل، يعني حاجة بسيطة جدا كأنه مستقيم. تمام. ممكن ترسمه مستقيم يعني مش هتفرق. بعد كده هترسم ده الخط ده في نص الدايرة، يعني لازم المسافة دي قد المسافة دي. بعد كده هنرسم خط عمودي على خط السنتر، يعني ده خط السنتر اهو، عمودي عليه في نص الدايرة برضو. ده اسمه خط السنتر، ده اسمه خط الحاجة. اللي احنا بنرسمه دلوقتي هو خطوط الوضع الأمامي اللي احنا بنرسمها دلوقتي. احنا لسه هنحرك بقى الخطوط دي في الزاوية دي. فانت كل مرة بتبدأ ترسم الخطوة دي او الخطوات اللي انا هبدأ بيها دي، وبعدين بحرك على حسب الريفرنس ان انا برسمه، واعلمك ازاي تحرك على حسب الريفرنس اللي انت بترسمه ازاي. فهناخد شريحة شمال في التلت اليمين، يعني التلت ده من اول صابع ده لصابع ده بناخد شريحة تانية. اخد نفس الشريحة زيها، المسافة من اول هنا لحد هنا اخد ده التلت. حد عنده مشكلة؟ ولازم الخطوط تبقى متوازية. وعلمتك ازاي ترسم خط. لو انت ترسم خط رأسي فانت القلم هيبقى عمودي على الخط، يعني الخط هيبقى افقي والقلم هيبقى افقي والخط هيبقى رأسي. بعد كده هنرسم خط الشعر او في التلت اللي فوق زي ما عملنا الشريحة بنعمل خط الشعر. دي اسمها شريحة ودي اسمها شريحة، وبتبقى موازية لخط السنتر. ده اسمه خط الشعر، وده خط الأنف اللي أنا برسمه ده. تمام. ويبقى في التلت اللي تحت، وبيبقى برضو موازي لخط الحاجب. الخطوة اللي بعدها هحرك بقى، هبص على البورتريه بقى وابدأ اخد قرارات. هل اول حاجة انا خدت الميل من البورتريه. تمام. الميل اللي هو ده خدته من البورتريه وميلت خط السنتر زي كم. انتوا كله بيقول سهلة وهتلاقوا راسمين الخطوة دي غلط، انا متأكد. شايفين الخطوة ده اهي؟ لو غلط كل الخطوات اللي جاية تبقى غلط، عشان بنبهكم. تمام. تعالوا بقى نحرك بقى. اولا احنا قلنا ان الخطوط الافقية، الخطوط الرأسية قصدي، بتتحرك الوش شمال ويمين. كله واضح ان الوش متحرك ناحية الشمال، صح؟ تمام. محدش عنده اي اعتراض. فاحنا هنحرك اول حاجة خط السنتر ده ناحية الشمال. اولا الدايرة من هنا هي الجبهة من هنا. تمام. فهتلاقي ان خط السنتر فين؟ في النص هنا. خط السنتر هنا كده. تمام. طب هو كده خط السنتر قريب من الكرة تقريبا هنا كده. تمام. يعني بيمشي المسافة دي كده ويجي هنا. فاحنا هنعمل مين؟ هنعمل شكل الكيرف عشان احنا بنحرك في زاوية 3/4. فانا كأني حركت الخط المستقيم ده لشكل الكيرف ده، فانا اتحركت المسافة دي كلها. تمام. فانا هحرك الشريحة اللي ناحية الشمال دي، اي خط رأسي هيتحرك مع الشريحة. يعني طالما ده اتحرك ناحية الشمال يبقى ده يتحرك ناحية الشمال وده يتحرك ناحية الشمال. لما الخط ده يتحرك ناحية الشمال هيلف الناحية التانية من الكرة، ما هو هيتحرك مسافة كبيرة، هيتحرك المسافة دي كلها. فانا هضطر ان انا امسح الخط ده. تمام. اهو مسحته. هحرك بقى الخط ده، هحرك خط الشريحة ده، المسافة دي اقوم متحرك بقى الخط ده كده هيوصل لفين؟ وصل لحد هنا. خلاص. يبقى انا عندي ارتفاع الشريحة من اول هنا لحد هنا، ونهايته من هنا لهنا. فارسم بقى هنا مين؟ الشريحة بتاعتي اهو.
رسمت الشريحة بتاعتي. يبقى انا همسح مين بقى؟ الخط ده كده، وهمسح الخط اللي في النص. ما خلاص انا رسمت، حركت الخطوط، يبقى اللي انا حركته امسحه. هي دي الشريحة. سيبك من ان اسمها شريحة، احنا بنحرك الخطوط. فالخط اللي هنا ده اللي هو بتاع الشريحة ده بيتحرك كده. الخط ده هنا هو نهاية الحاجب من هنا، يعني هتلاقي المسافة من أول هنا لنهاية الوش من هنا هي العرض ده، تمام. والمسافة من أول هنا لحد هنا هي المسافة من أول هنا لحد هنا، صح؟ فايه الخطوط اللي بتبص لفوق؟ هي الخطوط الأفقية. الخطوط الأفقية دي هي اللي بتبص لفوق. فأنا هشوف الوش اتحرك قد ايه. هاخد خط كده عمودي على خط السنتر ده كده على الوش، بص كده، هلاقي الأنف بصت لفوق، صح؟ تمام. يبقى أنا هطلع بالخط اللي هو بتاع الحاجب، هخليه يبص لفوق كده، بص. أعلى نقطة هتبقى هنا، الحتة اللي أنا واقف عندها دي، وأبدأ أنزل بالخط ده كده لحد ما أوصل لفين؟ للنهاية كده أهو. يبقى أنا طلعت بالمسافة دي عشان الوش بص لفوق. طب أنا عايز أعرف أنا طلعت لفوق مسافة كبيرة. أنا حاسس إن أنا طلعت مسافة كبيرة، ممكن نصغرها شوية، نخليها هنا عشان الوش ما يبصش لفوق قوي، عشان الوش مش باصص لفوق قوي، تمام. فأنا نزلته لتحت شوية صغيرين، تمام. بعد كده هاجي هنا الخط اللي هو بتاع الأنف هطلع بيه برضو مسافة صغيرة. هتلاقي النقطة دي ثابتة والنقطة دي ثابتة، فانت هتلاقي الودان لسه موجودة هنا. الودان هتبقى موجودة هنا ما بين الخط اللي هو بتاع الأنف والخط اللي هو بتاع مين؟ الحاجة، اللي هي المسافة دي والمسافة اللي هي دي، تمام. المسافة اللي هي دي ارتفاع الأنف. هنيجي بقى فوق ناخد المسافة من أول خط ده الخط ده كده، ونطلع نرسم مسافة الشعر. هتلاقيها برضو كأن الخط المستقيم ده عمل كده، طلع لفوق. فقبل ما نرسم نقطة تقابل الخط السنتر مع خط الحاجب هنمدها بشكل مايل زي خط السنتر اللي انا كنت مايله في الاول، تمام. يعني الخط ده مايل يبقى ده مايل. المسافة بقى اللي هي من اول هنا لحد هنا هاخدها كده وهرسم بها مين؟ مسافة الدقن. يعني مسافة الدقن كده هاجي هنا كده وارسم من خط الدقن، ابص لخط الدقن وارسمه، تمام. هو مع النهاية هنا صح كده، واقوم موصل النقطة دي بالنقطة دي كده. بس قبل ما اعمل حاجة، طالما الوش يبص لفوق المسافة دي هتلاقيها زادت، مسافة الدقن دي هتلاقيها زادت. فاحنا هننزل دي، هنزودها مسافة صغيرة، لان الوش لما بيبص لفوق مسافة الدقن بتزيد، تمام. طب لو الوش بص لتحت مسافة الدقن بتقل، فانا زودت الجزء الصغير ده وهمد ده شوية كده. بعد كده هرسم بقى الفك بقى اللي هو الدقن من هنا. الدقن دي بتطلع من نص الشريحة. نص الشريحة فين؟ هنا كده، من اول هنا لحد هنا، ده كده نص الشريحة. تلاقي المسافة دي قد المسافة دي. تيجي بقى هنا تقوم مميل خط الودان، وهي الودان مايلة، مايلة اهي. دي الودان دي كده ارتفاع الودان اهو هنا. هاجي بقى من الودان هنا الاقي ان هي بتتعدل كده وبتنزل شوية، وبعدين الفك بيتوصل من هنا كده لهنا. وابدأ بقى انقل الشكل زي ما هو موجود كده، زي ما هي موجودة عندي. تعالى بقى نقطع الجزء الجانبي ده. بص قلنا بنقطع من عند الودان فوق لحد الدقن كده اهو. كده انا معايا قطعت المستوى الجانبي ده كده، تمام. ومعايا الوش متقسم مستوى جانبي. شفت الجزء اللي هو فيه الشريحة ده والجزء الجانبي ده مستوى جانبي. لو انت حطيت ايدك على صدغك كده هتلاقي الجزء ده مسطح، يعني هو واخد نفس المستوى. عشان كده قاطعين بخط خفيف كده تصدير، وبالدايرة التصدير ده متلفوش لبره، تمام. هو اهو، بص هو الخط ده كده. الودان، بص هتلاقي الودان بتنزل تحت الأنف. يعني انت هتيجي من هنا كده بقى، من بداية الودان دي كده، وترسم عادي الودان بتاعتك. بص بقى على شكلها
وارسمها، مهياش عريضة قوي، راجعة لورا بالشكل ده، وبعدين منحنية كده لجوه طبعا برا كده. بعد كده في جزء متدرى في الشعر، انا هحاول ان انا اتخيله كده، ومستواه تحت خط العين كده، يعني هنا كده تمام. فانا هبدأ اظبط ده، الخط ده هو المفروض يبقى كده. تعالوا بقى نمشي كده، نجيب الجزء ده كده، ده الرقبة اهي، بص الرقبة وبتلف كده. طب احنا هننتهي فين؟ بعد الشعر، بعد الودان بمسافة، يعني هننتهي هنا كده. عرفت ازاي؟ او لو انت بصيت على الجسم منتهي كده بعد الودان بمسافة، فانا هبعد المسافة وانزل كده، هتلاقي الدوران ده بينتهي هنا. الجزء بتاع الرقبة ابعد المسافة واخده، ده كده احنا دخلنا بيه جوه شوية قاعدين مسافة. حاسس ان هي طولت قوي، لا ما طولتش كده، مظبوطة. مش عايز اطول الرقبة حتى لو هي طويلة. نرسم الخطوط اللي اتحركت، اللي هو الخط ده، مش الخط ده كان اتحرك، اللي هو خط الأنف، صح الخط ده عشان ما يلخبطنيش اهو. تمام. نرسم خط العين فين؟ قلنا في التلت اللي فوق، اتصرف خط العين اهو، بس عشان ما يبقاش في حد طويل هنا. بعد كده هدخل بخط العين ده لجوه اهو لحد خط العين. عرفت ازاي؟ اهو هو الخط الميت ده. بعد كده هطلع، بس هخبط فين؟ في الممس ده، في الخط ده، وانا طالع كده اهو. بس ما ينفعش اطلع براه، مطلعش براه، يعني ده بينزل جوه مسافة صغيرة وبعدين يطلع. بعدين بقى احنا هنطلع بالحاجب شوية كده لفوق اهو، وبعد كده نرسم مين؟ الجزء ده كده، وبعد كده اطلع فين؟ للشعر. هنرسم بقى الشعر بقى الاول، نرسم الشعر بعد ما خلصنا الجزء ده. الشعر هتلاقيه نازل كده، بص احنا عندنا الحاجب نهايته هنا، هتلاقي الشعر جاي من جنب الحاجب اهو، تمام. بيمشي كده ويلف يخش في الودان اهو. بعد ما يخش في الودان نبدأ نرسم بقى الجزء اللي هو الزيادة ده بص ده الجزء ده. وانتم مركزين وبترسموا معايا ولا بتسبقوني؟ عشان عارفة انتوا بتسبقوني فمش هتتعلموا. تعالوا بقى نظبط الشعر مع الودان اهو. الجزء ده بيلف كده من هنا، تمام، ويخش فين؟ في الدقن اهو. دي جزء شوية شعر لوحدهم جايين من ورا، ده بيتمد كده ويلف هنا بالشكل ده كده. بعد كده هبعد المسافة اهو، دي سمك الشعر. هنطلع بقى كده بص بالخط ده كده اهو، ونلف كده، ونقول لف بينا دوني اهو. بص هطلع كده مستقيم وابدأ انحني. خلي بالك ان سمك الشعر هيطلع فوق الدايرة، الدايرة دي من هنا هي الجمجمة، هطلع فوقها بحاجة بسيطة اهو. هتلاقي النقطة دي عالية والنقطة دي منخفضة، فطبيعي ان انا هميل كده، او هميل شوية مش هميل قوي يعني. ماشي يا سيدي مالك. تمام. بعد كده هظبط ده كده وارجع، وبعد كده هظبط ده. بعد كده تقدر ترسم بقى الشعر اللي هو طالع من الجزء ده كده،
وهو تحت الدقن بشوية وطالع لفوق كده، بارز مسافة كبيرة عن الوش، بس بارز لحد هنا اهو. عرفت ازاي انه بارز لحد هنا؟ لو انت خدت خط افقي كده تلاقيه بيسبق العين بمسافة اهو، بيسبق العين بمسافة وينزل كده اهو، يبقى انا هنا. اه رسمنا مين الشعر بعدها، وحددنا الشعر من الودان، عرفنا عرض الودان من هنا كده، وبعدين رسمنا الشعر كده. عرفنا نهاية الشعر ده منين، مشينا كده بخط مستقيم كده، عرفنا ان هي تحت الدقن بمسافة اهو. تمام، ممكن نزودها كمان جزء صغير اهو، مفيش اي مشاكل. عرفنا ان نهاية الشعر من فوق هي فوق الدايرة بمسافة صغيرة. عرفنا ان الجزء ده بيميل كده، بس بيبقى فين، خلي بالك ان النقطة دي راجعة لورا كده، جاية لحد فين هنا، وبعد كده ده بينزل مايل كده شوية بعد كده. وبعدين ظبطنا الجزء ده اهو، ممكن نخسس ده شوية انه مش عارض اوي كده بس كده. تقدر بقى تمسح الدايرة دي من هنا، تمسح الحاجب والعين. لا، الحاجب والعين دول ما ينفعش ارسمهم لان انا مش عارف عرض العين، ومعرفش المسافة اللي هحط فيها العين فين. اول حاجة انا برسم الانف واظبط عرضها من عرض الوش، وانا كده كده عارف ارتفاع الانف، ما هو الارتفاع ده تمام. فانا هظبط عرض الانف من عرض الوش، وبعد كده ارسم البق او ارسم العين، وبعدين ارسم البق. ما هو البق بيتنسب من الانف، والعين والحاجب بيتنسبوا من الانف. العين اللي بتتنسب بالانف، وبعدين الحاجب بيتنسب من العين، عشان تبقى فاهم الترتيب ده الترتيب الصح. تمام. فاحنا بقى هنرسم اول حاجة فين، الحاجب صح. هنرسم الحاجب، لا احنا هنرسم كتلة الانف. تمام. فانا هحدد عرض الحاجب من هنا اهو، من فوق كده، وبعدين اميل ميل خفيف كده. انا حددت العرض، اميل لحد فين، لحد النص، وانزل بالكتلة بتاع الانف مايلة كده. الميل ده هيروح فين، هقولك بتعرف ازاي. الميل ده النقطة دي هتميل كده وتوصل للنقطة دي. انا بعتبر ده خط مستقيم، مش حتة طالعة وحتة نازلة وحتة طالعة. اعتبر ده مستقيم كده، فده طالعة فين اهو، مستقيمة كده طالعة. بص هتلاقيها طالعة في نص الحاجب هنا كده، فانا هنزل خط مستقيم اهو هيوصل لحد هنا. فالانف هنا، فانزل كده بيها، وبعد كده اميلها فين، تقريبا بتوصل لنص المسافة دي كده هنا. تمام كده انا حددت الانف. كده هحدد عرض الانف اهو. تمام. وبعدين احدد عرض الانف من هنا. هحدده منين، على اساس ايه، عرض الوش. يعني اقيس عرض الانف كده اللي انا قستها، افرض اي عرض اهو لحد هنا، لحد النقطة دي، واقيس عرض الانف كده واقارنه بعرض الوش. يعني اقول 1 2 2 وجزء صغير، يبقى ده هيكفي 1 لحد هنا، 2 لحد هنا والجزء صغير، يبقى انا ظابط الدنيا خلاص. يبقى العرض ده بقى نص العرض ده، فانا اقوم مميل الجزء ده كده، واقوم طالع بخط مايل ميل خفيف لبره، عشان ده مايل، بس مش شرط الميل ده نفس الميل، لا هو مايل بس ميل خفيف شوية عن التاني. بيوصل لفين، نقطة العين دي. بص نقطة العين دي ما بتبعدش عن الأنف مسافة صغيرة، فأنا ميلت أهو، ولو نزلت بخط هلاقيها بتبعد مسافة صغيرة. بس عرض الأنف من هنا صغير، وأوصل دي بالعين، بداية العين هنا، عشان تعرف إن أنت ليه ما كنتش بترسم العين الأول. تمام. بس خلصت كده الأنف. تعالوا نرسم الفم. انا هنزل مسافة كده صغيرة مش كبيرة قوي، هقول لكم بننزلها ازاي. شايفين الخط، من الخط اللي هو ده اللي هما التلات تلات قد بعض، هتيجي تقسم المسافة دي نصين اهو. قسمتها نصين، مسافة من اول هنا لحد هنا دي كده قسمتها نصين، وبعد كده النص اللي فوق ده هقسمه ربعين، فخط الشفة هيبقى هنا. تمام. وبعدين انزل مسافة للشفة اللي تحت اهي. تمام. وبعدين اخلي الخط اللي في النص ده واخد نفس الدوران بتاع الوش، يعني هياخد نفس الدوران بتاع الانف ده وبتاع الحاجب ده، لازم ياخده، عشان هنزل عليه نقط
نحدد عرض الفم. نحدد عرض الفم ازاي؟ لو انا خدت خط افقي من هنا كده، من النقطة اللي هي في نهاية الفم دي، وطلعت مستقيم كده اهو، تمام، هتلاقي في مسافة صغيرة صح، مش كبيرة قوي. اهو هبعد المسافة دي وهنزل خط كده، بص، همس الخط اللي انا كنت رسمه بتاع الفم، هو ده عرض الفم من هنا. يبقى انا حددت مين؟ نقطة عرض الفم من هنا، تمام. هاجي بقى الناحية التانية، اشوف النقطة التانية هنا اهي، من هنا هلاقيها في نص الانف من هنا كده، تمام، هلاقيها هنا كده، فانا هنزل برضو من هنا خط مستقيم. شوف انا سهلتها لكم خالص ازاي، انا ما بعملهاش كده دايما. نرسم اول حاجة الانف، مش هنرسم بقى الكرة الصلبة بتاعت العين عشان ما تتلخبطوش. وبعد ما نرسم الأنف نرسم العين، ومنها نقدر نظبط الحاجة. تعالوا بقى نرسم الأنف واحد، خطوة خطوة في الأنف. اهو بص، نبدأ بقى نعمل المنحنيات اللي هي ظاهرة. بعد كده هنطلع تاني لحد النقطة اللي أنا كنت محددها، وأعمل دوران خفيف، وبعدين أشد خط مستقيم هنا اهو، وبعدين أنحني انحناء خفيف. يبقى كده أنا رسمت الإيه، حدود الأنف. رسمنا الجزء ده، ممكن نقدر نمد الجزء ده من هنا عشان نبين الفتحة اللي هي ناحية الشمال. هاجي بقى قصاد الفتحة دي في النص، في نص المسافة من هنا، نص المسافة عشان أبدأ أرسم الفتحة التانية، تمام. هاجي من النص هنا كده اهو، وأطلع كده، وأطلع مستقيم، وبعد كده مايل، تمام، وبعدين أظبط الحتة دي كده. أنا حاسس إنه عالي شوية، صح. هنرسم الجناح وبعد كده نشوف هل هو عالي ولا لأ. نرسم الجناح واخد الدوران اهو، بداية الجناح مع نهاية الفتحة من هنا، تمام. وبعد كده نرسم الجزء التشريحي بتاعنا، تمام اهو. بعدين نيجي هنا كده، عالية شوية صح، حاسين معايا ده، هنقلل الارتفاع بتاعها عشان ما تبقاش مخنفرة شوية كده، تبقى ما تبقاش عالية وشكلها مش لطيف، لأن الفتحة دي مهمة 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 مهمة. تعالوا بقى نيجي في النص، بص بقى الحتة ديت محدش هيقولها لك، عشان تبدأ ترسم فتحة، ترسم السبعة بتاعت الشفايف اللي فوق، تاخد خط مستقيم كده، مستقيم هتلاقيه مع بداية الفتحة دي، فانت هتنزل نفس الخط المستقيم هنا اهو، هتلاقيك بتعمل الفتحة مكان ما هي بالظبط اهو. الجزء ده طالع، رسمت السبعة. بعد كده هتيجي بقى من النقطة دي وتلف كده توصل للنقطة دي، هترجع كده، بص كأنك بترجع كده، لأن دي الزاوية 3/4، فهتلاقيك بقيت في النص هنا. تبدأ تعمل سبعة تانية بقى من هنا، مش من هنا، شوف دي فين، دي بقت فين، بتلف كده وترجع لورا، تمام اهو. هبدأ أعمل سبعة كده وكده، دي بتوصل فين؟ في نص المسافة دي كده، وبعد كده بتميل وتوصل هنا. ارجع بقى ده يطلع كده، وصل مع نص الجناح ده كده، بعدين يرجع يتعدل لتحت ويوصل للنقطة دي. كده خلصت الخط الشفة اللي في النص. اقدر بقى ارسم الخط ده، بص بقى بترسمه باحترافية. الخط ده كأنه طالع لبره كده، بص كأنه ماشي بعيد، تمام. هو سابق النقطة دي، والنقطة دي هي اللي هتروح له كده، تمام. فانت بقى تحاول بقى تخليه ايه، واخد شكل الدوران شوية. هتلاقي النقطة اللي ناحية الشمال دي تحت، والنقطة دي فوق، احنا مشينا على الدوران ده اللي احنا واخدينه ده، فهتلاقي النقطة دي لوحدها نزلت تحت، والنقطة دي طلعت لفوق. لو انت عملت الدوران بتاع الايه الوش اللي هو موازي للأنف، اللي هو موازي لخط الودان، لخط الحاجة. هاجي تحت بقى وارسم مين؟ الشفايف. انا حاسس ان الشفة اللي تحت عايز ازودها ملي كده ولا حاجة. دي بتروح كده اهو، بس مش هوصله للآخر، وده بيروح للناحية التانية بس مش هوصله برضو للآخر، هسيبه زي ما انا عامله كده،
تمام. همسح بس الجزء اللي جوه كده واسيبه كده، وبعد كده هاجي بقى من هنا اهو وامشي كده واحاول ان انا ادمج الاتنين مع بعض. بس خلي بالك ان انت بترسم ده الاول وبعدين تدمج ده من هنا كده مع ده. تمام. وهنا وابدأ اخف بقى. فاضل خط الشفة ده. خط الشفة ده بيبقى ماشي ازاي؟ بص تعالى تابع كده معاه، هتلاقيه ماشي كده مستقيم كده، بص، وبعدين انحنى كده كأنه ماشي طوالي كده، كأنه ماشي كده اهو، وبعدين انحنى كده. بص هعمل نفس الفكرة، كأني ماشي لبره واجي في نص الطريق واقوم منحني كده. ما هي كبيرة، هي مش كبيرة اهو. لو انا قست دي هتلاقيها اكبر منها، بص اكبر منها بكتير. شايف المقاس؟ شايف دي؟ بس ممكن لسه هيظبط يبين لك ان دي اصغر، لان دي هتتظلل كده عشان في جزء اسود هنا كده، بس هي اللي فوق كده اكبر. ده انا دايما اقول الشفة اللي فوق اصغر من الشفة اللي تحت. يا تركز انت وهي. ممكن بس عشان انتوا حاسين ان الجزء ده هينفصل كده في التظليل، فانتوا حاسين انها شايفين الجزء اللي فوق ده في ظل اللي هو ده. بص من هنا كده يبقى في فاصل كده. نظبط الجنب ده، الجنب ده المفروض يضيق شوية هنضيقه. بص ده ونعدل ده، ده كله هيتعدل وانت بتظلل الشعر. مش صعبة دي، هي العين دي قريبة من العين دي بس هي متدارية في الأنف، منخار الأنف هنا مداري على الجزء ده. فانت هترسم بقى كأنك شايف الجزء ده، كأنك بترسم بقى العين من هنا كده، كأنك شايف الجزء اللي انت مش شايفه. هو مش مستقيم، بعد كده اطلع قبل دي بمسافة، اطلع مستقيم مع العين هنا، بعدين اديها السمك، بعدين اطلع مستقيم واعمل دوران. بعد كده نرسم سمك. شوف ده السمك بتاع حدد خط العين هنا. فانت بتعدل بقى على كيفك، يعني مش شرط بقى السنس. مثلا انا كده بس رفضت حساب في اي حاجة. لا مفيش حاجة، انت مش عارف كنت بتسألي وابعتلك يعني جست. تيك توك ده بيخرف اصلا. تعال نرسم بقى العين التانية. هتلاقي العين التانية مرفوعة كده كده، هتلاقي الخط ده مرفوع لفوق، خط العين التانية. فهنبدأ نرسم مين؟ القناة الدمعية، ونمشي مستقيم ونبدأ نميل ميل خفيف لتحت وبعدين نطلع لفوق. خلي بالك ان عرض العين دايما بيبقى اقل من عرض الانف، يعني عرض الانف اقل اهو، هتلاقيه هو عرض العين بالظبط. النقطة اللي ناحية الشمال دي هتلاقيها بتطلع لفوق هنا. انا كده على الخط، النقطة دي على الخط، النقطة دي طلعتها لفوق ليه؟ لان انا لو خدت شريحة كده، لو خدت شريحة من الوش كده بالشكل ده، خدت خط مستقيم اهو اللي هو خط العين. النقطة دي هي نقطة العين دي،
النقطة الشمال دي هي نقطة العين اللي تحت دي. فلو انت خدت نفس دوران الشريحة ده اللي هو اللي مقطوعة من هنا، ما هي العين هتلاقيها واخدة نفس الدوران كده، مسحوبة كده من هنا، فهتلاقي النقطة دي بتطلع لفوق. فهو ده اللي انا عملته، طلعت النقطة دي فوق، فالدوران بقى اصبح فين؟ فوق. فده يبقى شكله كده. واجي من هنا ومش مستقيم، وبعدين اعمل انحناء بسيط لفوق، واعمل العين مسحوبة زي ما هي موجودة بالظبط. نبدأ نرسم بقى تفاصيل الرموش. اولا من غير ما تبعت لي اصلا هتلاقيني عامل، لو انت بتسأل على الكورس يعني هتلاقيني منزل ستوري حاطط فيها رقم تليفون اتكلموا عليه، حد هيرد عليكم وهيعرفكم ويدخلكم الكورس بقى، وبعدين انا بتابع معاك بقى في الرسم، بشرح لك وبظبطك وبعلمك خطوات تبدأ بيها لحد ما تبقى فنان. خط العين اللي هنا، وبعد كده نرسم خط حاجب. حد يعرف يرسم كده ويقعد يكلمكوا ويهزر معاكوا كده، ده انتوا متدلعين خالص. رأيكم في النتيجة ساحرة أم لا؟ أحسن من البورتريه. أول حاجة بنرسمها هو الجزء ده. الجزء ده عامل زي التندة كده بيتفرد، ممكن تفرده في ودانك لو انت جيت تمسك ودانك من الجزء ده هتلاقيه بيتفرد معاك عادي. بنقل شكله عبارة عن خط، واجي الخط من هنا يبدأ يتلاشى كده. شوف انا عملت ايه، نقلت نفس الشكل ده بس اللي هو موجود على الريفرنس بس، والجزء ده بقى تظليل بقى كله. فانت هتعمل كده خط خفيف كده، خط خفيف كأنه تظليل بالظبط. بعد كده هترسم بقى التفاصيل الداخلية اللي هي بتاعة الدوران ده، الفتحة اهو. تبدأ من هنا تلاقيها جوه شوية، الفتحة بتبقى جوه متبقاش بره، وتمشي كده اهو، تطلع تنزل وتاخد دوران كده، تقف طالما مفيش خط مكمل اقف، روح هات من الناحية التانية من هنا. تمام. ويجي كده اهو، خش لجوه هتلاقي ده جاي كده وده جاي كده، اوعى توصلهم ببعض. عايز توصلهم ببعض هتظلل كده، بص. بعد كده ده هتلاقيه داخل لجوه كده اهو، وبيخش كده، ده بيجي كده بس. خلصت. شفت؟ خلصت اهو يا سيدي. موضوع سهل وبسيط. الجزء ده منخفض، منخفض بس بالتظليل تقدر تخليه منخفض. هتلاقي الجزء ده منخفض بص، وده بيطلع لفوق كده، وده بيرجع ينزل هنا، بص بيطلع وينزل وبعدين يرجع يطلع. الودان عاملة كده، الحتة دي بتنزل تطلع تنزل وهكذا. نمسح بقى التفاصيل اللي هي ملهاش لازمة دي، ده عشان توضح لك الإضاءة. ولأن جزء من العين متدارى في الجفون، فهتلاقي الكرة بتاعت العين فوق هنا. تمام. هتلاقي فيها لمعة صغيرة جوه العين، اعملها. وبعدين ظلل القرنية بتاع العدسة بتاع القرنية، اسمها ايه؟ القزحية دي، القزحية الصغيرة دي. تمام. بعد كده مش مهم أول موضوع كلها مسميات.
اهم حاجة نحدد مكان القرنية، وبعد كده نظلل بقى، ندي شعاع خفيف طالع من هنا وشعاع عكس الشعاع بالراحة. احدد الرسالة ده. ايوه انا كده، ابعتلي هدايا كده انا كده، وحشتني الهدايا والله. عايزين اسد ولا فيل ولا بطة حتى نذبحها بكرة على الغدا. انت رسمت الرسمة؟ اخترت الرسمة ورسمتيها ولا عملت ايه؟ فين المدير؟ انا المدير يعني قالك شكله قالك الموضوع مش جايب همه ومعناش بنشوف. تعالوا بقى نرسم. انتوا مركزين معايا ولا رحتوا فين؟ التظليل بقى ده انا عايز ايه؟ اغاني. شوف انا بعمل الشعراية، بص كل شعراية بتطلع من مكان مختلف. شوف الشعراية هتلاقي في شعراية بتطلع من هنا، بص كل حتة بيطلع منها شعر، واهم حاجة حافظ على الاتجاه بتاع الشعراية. زود مسافات من الموبايل. انا ما باخدش مسافات من الموبايل يا جماعة، امال احنا بنتعلم لغز ليه؟ عشان ما ننقلش. نروح ننقل برضو. هنا دي هنا دوختني، انا ما فهمت الحتة دي، وهتلاقي لسه ما فهمتهاش. صح يا هلا؟ دي لو انت فهمتها تقريبا الرسم هيبقى معاك سهل بقى خلاص. مش من زمان، عشان انت كنت بترسمي زمان قوي، انت فالحة قوي انت. انا مش عارف انتوا ما بترسموش بتعملوا ايه في الحياة يعني؟ هو ايه اللي في الحياة يعني يعطلك مثلا عن انك ترسم مثلا؟ مش فاهم. هي اصلا ما فيهاش حاجة غير الرسم. مذاكرة، لسه في حد بيذاكر؟
كانت بتقولي مين اللي كان بيقول لي ظل للشعر في الاخر. انا وانا شوف بشتغل شويه في الشعر، التاني بشتغل شويه في الشعر، شويه في الملامح، شويه عشان مش مركز في حاجه معينه. مع ان ده احنا بنرقص في اللايف ده وكنا بنعمل حاجات بلاوي زرقاء. بس انا بقالنا شهور كان عندي اكونت فيه داخل على 400,000 واحد ولا حاجة، بس اتقفل عشان كان كله حاجات حرام. دي اللي انت شايفها دلوقتي مش هحب الرغي. انت كده كده مش هتكلمني، انت هتكلم هانم وهانم هتعرفك على التفاصيل، عشان لو حد بيكلمني بندمج معاه في الكلام. ترسم انمي؟ برسم اي حاجة، في رسام بيرسم، بس انا اكيد مش هرسم انمي يعني في اللايف يعني. كنت برسم ساعات في اللايف انمي. في بتاع موجود فيها الرقم، استوريهات متثبتة موجود فيها الرقم. منتجات دي يعني عايز تاخد كورس. والله اي حد عايز بساعده يعني، اي حد بيكلم في اي حاجة بساعده. انا لو مغرور ما كنتش هفتح لايف. متصدقوش. مش 40 دقيقة كفاية كده يا جماعة، كفاية، أنا تعبت.
والله انا وحشنا اللايف، بقالي كتير ما فتحتش، بقالي شهور ما فتحتش، بقالي يجي شهرين ولا حاجة ما فتحت. انتوا مش هتشوفوني تاني. مش هتشوفوا اللايف ده تاني. هتشوفوه كل فين وفين يعني. اهي زهرة عارفة انا ما فتحتش بقالي قد ايه. نفسي اسيب الهندسة دي واقعد ارسم، ياه. انت كده مش عارفة اساسيات رسم بورتريه، اساسيات رسم عموما يعني. بقيت مبسوط كده. انا كنت عند اللايف ده كان كله اجانب، كله اجانب حرفيا. دلوقتي مفيش اجانب، مع ان في اجانب في الاكونت عادي، بس احلى حاجه اللايف ما عادش بيجيب اجانب.